في مرحلتها الأولى يعني بعد 14 جانفي 2011 كانت هيئة مضيقة متكونة من خبراء. المبادرة متاعها خذاها سي محمد الغنوشي وطلب مني باش نرأس الهيئة هذه للإصلاح السياسي. كان العنوان متاعها هيئة الإصلاح السياسي لا أكثر ولا أقل. وكان الاتجاه أن أدعو بعض الخبراء من رجال القانون باش يعيدوا النظر في المنظومة القانونية اللي شيدها بن علي، واللي كانت منظومة قانونية من دستورها إلى أدنى درجة في السلم القانوني، منظومة يعني كيفاش ما نعرفش كيفاش نجم نسميوها، مدلسة مزيفة كلها يعني قائمة مكائد ودسائس وشيء من هذا القبيل، وكلها كانت ترمي إلى إقصاء هذا وإقصاء ذاك يعني فصول وبنود قانونية كلها مجعولة لتكريس النظام، أي تكريس شخص معين وحزب معين، وإقصاء كل ما من شأنها أن يحيد عن المنظومة هذه. دونك كنا باش نراجعوا القوانين اللي هذه الفاسدة ونعملوا قوانين جديدة يعني تتماشى مع روح الثورة. معناها يعني شنو هي روح الثورة؟ هي بعض مبادئ نادى بها الثوار وبالخاصة من الشبان، كلها تهدف إلى إرساء نظام ديمقراطي حقيقي في تونس متفتح عادل، يعني باش تكون تونس مش نظام ديمقراطي على مستوى الكلام والخطاب ودولة قانون على مستوى الكلام والخطاب، ولكن دولة قانون وديمقراطية حقيقية وفي يعني بالدرجة الأولى على مستوى الانتخابات. هذه هي المرحلة الأولى. فطبعا تعرف التاريخ الحديث متاعنا يتبدل مش من يوم إلى يوم، من ساعة إلى ساعة. فما اكسيليراسيون دي ليستوار توا يعني مدهشة واحد يتبعها، بالخصوص الشهر جانفي هذاك. Toute heure apportait une histoire nouvelle, enfanter une histoire nouvelle. وقتها c'était très curieux. Donc بدأت تغير الاتجاه. تغير الاتجاه لأن الشارع والشعب والاعتصامات والمظاهرات إلى غير ذلك أثرت على الحكومة، والحكومة كانت مضطرة إلى يعني تبديل الرؤية نتاعها. اللجنة اللي كانت لجنة خبراء ولات لجنة موسعة فيها دائرتان. الدائرة الأولى هي هذه نتاع الخبراء اللي كونتها أنا واللي ما زالت موجودة، واللي هي اللي يعني مكلفة بالجوانب التقنية والجوانب الفنية القانونية نتاع الأمور هذه، يعني صياغة تشريعات جديدة في المستوى الانتخابي، الحريات العمومية، قانون الأحزاب، تمويل الأحزاب إلى غير ذلك، الصحافة، وسائل الإعلام. ولكن توسعت بإدماج المكونات الأساسية نتاع مجلس حماية الثورة. مجلس حماية الثورة سمعتوا به؟ متكون من عدة أحزاب ومنظمات كالاتحاد العام التونسي للشغل، هيئة المحامين، حزب النهضة، حركة 14 جانفي وأحزاب أخرى. كانت عندها طلبات ما قبلتهاش الحكومة، طلبات أن تكون المجلس هذا مجلس حماية الثورة عنده سبعة تقريرية ويراقب الحكومة ويصادق على القوانين ويراقب تسمية الموظفين السامين إلى غير ذلك، بحيث الطلبات ما كان بوسع الحكومة أن تقبلها، لأنها يعني باش تولي دولتان، فهمت؟ دولة الحكومة الوقتية، فهمت؟ ودولة أخرى، يعني هذا ماهوش كان ممكن حتى من الناحية المنطقية، حتى من الناحية القانونية. فقامت الحكومة آنذاك بتشاورات مع الاتحاد العام التونسي للشغل،
بصفة عامة مع المكونات الأساسية نتاع مجلس حماية الثورة. وبدأت المشاورة وبدأ الحوار بين الحكومة وهؤلاء، وبشوية بشوية تركزت فكرة جديدة أن يقع توسيع لجنة الإصلاح السياسي بإنشاء مجلس حول لجنة الخبراء، مجلس لو كونسي اللي هو اجتماع نهار الخميس الفرد، نهار الخميس 17 مارس. مجلس هدايا يكون عنده عدة مهمات: دراسة التشريع، اقتراحات، ومراقبة سير المرافق العامة بالتنسيق مع الحكومة. دونك تبدل العنوان بعد التغيير هذايا، يعني في التوجه بتاع تصور اللجنة تبدل، وأصبحت حتى من العنوان بتاعها تبدل. كانت لجنة الإصلاح السياسي ولات الهيئة العليا، ولات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. هذا يوريكم يعني اللي الانتقال من عنوان وجيز فهمت لجنة الإصلاح السياسي إلى عنوان آخر، يعني الهيئة العليا لتحقيق كذا 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 كذا، هو بيدو دليل على تغيير تام في توجه الحكومة حول مهمة الهيئة ووظيفتها. وهذايا يعني حل تأليفي، حل يقارب بين موقف مجلس حماية الثورة القديم والحكومة. C'est une solution de synthèse, c'est une solution d'harmonie باش نجموا نعملوا اليد في اليد باش نوصلوا للهدف المنشود، وهو إرساء نظام ديمقراطي حقيقي طبقا للمبادئ التي اندلعت من أجلها هذه الثورة.